يا مساء العمار على أهل العمار. النهاردة معانا موضوع حي بيخص كل بيت وكل سطوح في قرانا الجميلة. الدور اللي المفروض يتبني ومش عايز يطلع للنور. طيب ليه يا ترى تصاريح على الأدوار اللي بتتأخر دي أزمة كل القرى؟ هل السبب الحكومة ولا احنا ولا الدنيا كلها متعطلة؟ خليكم معانا وهنفك كل خيوط الموضوع بس بطريقة خفيفة ولطيفة. فاصل وهنرجع لكم تاني. تعالوا نبدأ بحكاية عم عاشور. كان نفسه يبني دور فوق البيت عشان يجهز لابنه اللي داخل على جواز، لكن التصريح واقف بقاله سنة. لما سألناه قال لنا يا بنتي أنا كملت كل الورق بس الموظفين لسه بيقولوا استنى شوية. وده مش حكاية عم عاشور لوحده، ده حكاية ناس كتير من الشرق للغرب ومن فوق لتحت. يا ترى ليه؟ التصريح مش مجرد ورقة، هو حلم ناس عايزة تبني وتشتغل. التأخير بيكلف كتير لكن الحلول موجودة ودي مسؤولية الكل. تخيل كده جارك في يوم وليلة قرر يبني دور زيادة فوق بيته، بيصحى الصبح يلاقي السقف واقع، أو حضرتك قررت تزود دور جديد من غير تصريح وفجأة حد يجي يخبط على بابك يقول لك إزالة حالا. طب يا ترى ليه القوانين دي موجودة؟ وهل ممكن بدل ما نقول مخالفة نقول تصريح؟ تعالوا نعرف الحكاية. البناء العشوائي بيؤثر على سلامة الناس في شكل الأحياء والبنية التحتية زي المية والكهرباء. يعني حضرتك لما تبني دور زيادة من غير تصريح ممكن تحمل العمود المسكين فوق طاقته، وفي الآخر العمود ده هيقول لك أنا تعبان ومش قادر أكمل. طيب ما احنا عايزين نبني ونتوسع بس برضه مش عايزين مشاكل. طيب والمسؤولين بيقولوا إيه؟ وزير الإسكان بيقول يا جماعة أي حد يعمل مخالفة جديدة هيتم إزالتها فورا، لأن القانون لا يتهاون. بس لو عندك مخالفة قديمة تقدر تقدم تصالح فورا قبل انتهاء المهلة. وكمان وزير التنمية المحلية أكد اللي عايز يبني بشكل قانوني ويجيب تصريح، واحنا هنا هنساعدكم نحل مشاكل التصريح. طب يا ترى ليه التصريح مهم؟ التصريح مش ورقة والسلام يا جماعة، التصريح حماية بيتك، جيرانك، لعيالك كمان. لما بتطلع تصريح بتضمن ان البناء آمن، الكهرباء سليمة، والمية واصلة بشكل صحيح. تخيلوا لو كل الناس بتبني من غير تصريح، شوارع ضيقة مزدحمة، كهرباء بتفصل كل شوية، أدوار بتقع. في الآخر الموضوع مش عن مخالفة وعقاب، الموضوع عن نظام وحماية. تعالوا بينا نبني بلدنا بشكل جميل وآمن. التصريح خطوة بسيطة لمستقبل أكبر وأجمل. استشيروا الجهات المختصة وخلونا نعمل الصح. تعالوا يلا بينا نسأل سؤال: إيه هي الأسباب الحقيقية لتأخير التصريح؟ الورق رايح جاي، الأوراق والتصريح والموافقات، كل ده بياخد وقت طويل لأن البيروقراطية بتحب التفاصيل. ومفيش حاجة اسمها سرعة الصاروخ في بلدنا. كتير من البيوت في القرى كانت مبنية بدون تصريح. الأساس في الحكومة لما تيجي تبص على طلب بتلاقي مشاكل في الدور اللي تحته، فبالتالي المخالفات القديمة بتأخر الموافقة على التصريح. وكمان القوانين الجديدة اتغيرت وبقت أصعب، وده خلى ناس كتير جدا مش عارفة تبدأ منين وتعمل إيه علشان تصريح الدور يطلع. وكمان مفيش خرائط دقيقة بتخص القرى وتخص حدودها، والأراضي والأماكن اللي مسموح فيها بالبناء مش واضحة، وبالتالي التصريح بيتأخر لحد ما يلاقوا الإجابة عليه. وبالنسبة للتكاليف، تصريح البناء بقى مكلف جدا، مش كل الناس عندها استعداد تدفع المبالغ دي، وده بيخلي بعضهم يستنى أو يتجنب التقديم أصلا. المشكلة دي أثرت على كل حاجة. شاب مش عارف يتجوز عشان مفيش بيت، أب عايز يوسع عشان ولاده لكن مش قادر، وحتى السطوح بقى زعلان. أنا عن نفسي مستنية السطوح يطلع. طيب إيه الحل؟ وازاي نخرج من الدايره دي؟ نبسط الاجراءات. يعني الحكومه لازم توفر خدمه شامله في القرى، ونقدم طلب ونعرف المستندات المطلوبه في نفس اليوم بدل اللف والدوران. كمان نوفر خرائط واضحه للقرى والاماكن اللي المفروض نبني فيها، بحيث كل شخص يعرف الاماكن المسموح فيها بالبناء. وحاجه كمان، لازم يكون في حملات توعيه لاهل القرى سواء عن طريق الجمعيات أو المساجد، نفهمهم إزاي يقدموا وأهمية الالتزام بالقانون. التعامل مع المخالفات السابقة بدل ما نرفض أي بناء على بيوت قديمة وخلاص. مخالفة نحل المشكلة من جذورها ونقدم حلول قانونية لتنظيم الوضع. مثلا ليه ما يكونش في منصة إلكترونية بسيطة الأهالي يقدموا من خلالها ويتابعوا طلباتهم من غير ما يضيعوا وقتهم في المكاتب. في النهاية يا جماعة، التصاريح دي مش مجرد ورقة، دي أرزاق، وحل المشكلة دي مش هيكون على طرف واحد، لازم كلنا نتحرك مع بعض. اللي عايز يبني يسأل ويعرف حقوقه، واللي مسؤول عن التصريح يسرع الشغل شوية. خلينا دايما نشتغل على ان قرانا تكون اجمل واحسن. اشوفكم الحلقة الجاية في موضوع جديد، بس لحد ما اشوفكم ما توقفوش عند الدور الاول، خلي حلمك يبقى الدور الاول واللي فوق. وقولوا لنا في التعليقات ايه اطرف موقف او اغرب موقف حصل ليكم وانت بتستخرج التصريح عشان نعرضه في الحلقة الجاية. بس خلي بالك لو التصريح اتأخر عليك افتكر انك مش لوحدك.
ده حالنا كلنا. ودلوقتي استأذنوا السطوح عشان مش عايزينه يزعل اكتر من كده. دمتم بخير. يفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان الله وكل خطوة